يشهد برنامج السكنات الترقوية المدعمة عدل 3 اهتمامًا واسعًا من قبل المواطنين الجزائريين الباحثين عن سكن لائق، خاصة في ظل أزمة السكن التي تعرفها البلاد منذ سنوات. غير أن إعلان نتائج الانتقاء الأولي للمسجلين في هذا البرنامج كشف عن نسبة معتبرة من الملفات المرفوضة، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك. يشهد برنامج السكنات الترقوية المدعمة عدل 3 اهتمامًا واسعًا من قبل المواطنين الجزائريين الباحثين عن سكن لائق، خاصة في ظل أزمة السكن التي تعرفها البلاد منذ سنوات. غير أن إعلان نتائج الانتقاء الأولي للمسجلين في هذا البرنامج كشف عن نسبة معتبرة من الملفات المرفوضة، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك. بحسب مصادر من وزارة السكن والعمران والمدينة، فإن أسباب الرفض تعود في المقام الأول إلى عدم استيفاء الشروط القانونية التي وضعتها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل. ومن أبرز هذه الأسباب، أولاً تجاوز أو انخفاض الدخل الشهري، حيث يشترط أن يتراوح الدخل الشهري الإجمالي للأسرة بين 24,000 دينار جزائري و 108,000 دينار جزائري، وأي تجاوز أو نقصان عن هذا السقف يؤدي إلى الرفض. ثانياً امتلاك سكن سابق، ترفض الملفات تلقائياً إذا ثبت أن المكتتب أو زوجه قد سبق لهما امتلاك سكن اجتماعي أو مدعوم من الدولة، أو الاستفادة من إعانة مالية لبناء أو شراء سكن. ثالثاً الاستفادة من برامج سكنية أخرى، مما يتعارض مع شرط عدم الاستفادة السابقة. رابعاً معلومات غير مطابقة، بعض الطلبات تم رفضها بسبب تضارب البيانات المقدمة إلكترونياً مع الوثائق الرسمية، مثل تصريح الدخل أو الحالة العائلية. خامساً التسجيل المكرر أو المزدوج، وهو أمر مخالف للقانون، حيث عمد بعض المواطنين إلى التسجيل في أكثر من ولاية أو بأسماء مختلفة. سادساً عدم إثبات الإقامة أو النشاط المهني في الولاية المختارة، وهو شرط أساسي للاستفادة من سكنات عدل في منطقة معينة. سابعاً الحالة العائلية الخاصة، مثل حالات الطلاق دون حضانة، أو تسجيلات لأشخاص دون سن 18 عاماً. من جهتهم، دعا العديد من المواطنين المرفوضة طلباتهم إلى إعادة دراسة ملفاتهم، خاصة ممن تم رفضهم لأسباب يرونها غير منصفة أو ناتجة عن خطأ إداري. كما طالب بعض الحقوقيين والمهتمين بالشأن السكني بإتاحة فرصة الطعن في قرارات الرفض، وتمكين المتضررين من تقديم شروحات إضافية لوضعياتهم.